لو جاء أحد يتقدم لخطبة بنتك أو أختك، ما الذي ستفعله؟ تسأل عنه من يعرفه، فإذا وجدت 3 من أصدقائه يزكونه ويشهدون بحسن أخلاقه تطمئن لذلك. ماذا لو وجدت 5 أو 10؟ ثقتك ستزداد بكل تأكيد، وتتمسك بهذا الرجل الذي شهد له 10 من الناس بحسن أخلاقه. ماذا لو شهد له 1000 شخص؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم لم يشهد لهم 1 أو 2، بل ملايين المسلمين عبر التاريخ قرنا بعد قرن وبلدا مع بلد، كلهم يشهدون بخيرية الصحابة وعدالتهم وأمانتهم وصدقهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يربي أصحابه طوال 23 عاما بتربية القرآن الكريم، وقد أحسن النبي تربية أصحابه، ولذلك شهد لهم شهادة رسول صادق فيما يشهد، فقال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. الذي يشهد لعدالة أصحابه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، الرسول الذي أتمنه الله على تبليغ القرآن الكريم للناس. الرسول يقول: أصحابي عدول صادقون، ويأتي شخص يكذب شهادته ويقول: أصحابك ليسوا عدولا وأنت لا تعرفهم، نحن أعلم بهم. هل يستقيم هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى زكاهم فقال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، والآيات في ذلك كثيرة. ثم يأتي بعضنا ويقول عنهم كاذبون، أهم أصدقوا أم الله؟ كل هذا يدل على أن الصحابة عدول بشهادة الله لهم أولا، ثم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ثانيا، ثم بشهادة الأمة. فهذا الذي يطعن بعدالة الصحابة كذب بشهادة الأمة وكذب بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفوق ذلك رد تزكية الله لهم الذي أخبرنا أنه رضي عنهم ورضوا عنه. ولكن لماذا يطعن الطاعنون في الصحابة؟ غالبية من يطعن في الصحابة في الحقيقة لا يجرؤ على الطعن في النبي أو في القرآن، لذلك يسلك هذه الطريق. الصحابة هم البوابة التي عرفنا الإسلام من خلالها، هم الذين نقلوا إلينا القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هؤلاء النقل كذابين أو فاسدين، فلا شك أن الرسالة التي يحملونها رسالة مزورة، وبالتالي فالإسلام دين باطل لا يصلح للناس، وحاشا لله. رسول الله حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، ومن أوصل هذا إلينا هم خير الناس. ولكن لحظة عشان ما ندخل في التعميم، في ناس تطعن في الصحابة لكنها تصلي وتصوم وبعضهم عندهم علم ومعرفة، هل هدفهم الطعن في الإسلام والانتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف، لو اعتبرنا أن نياتهم صادقة فهم في أحسن الأحوال مخدوعين، يعني سمعوا شبهات هنا وهناك وامتلأت قلوبهم بها ووقعوا في تجريح الصحابة. شبهات زي مثلا: يا أخي الصحابة اقتتلوا فيما بينهم ووقعت منهم معاصي. صحيح، لكن عندك فكرة عن الفرق بين مفهوم عدالة الصحابة وبين مفهوم العصمة؟ المعصوم هو الذي لا تقع منه معصية، وهي خاصة بالأنبياء. أما عدالة الصحابة تعني أنهم لا يتعمدون الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، وليس معنى عدالتهم أنهم معصومون من المعاصي أو من السهو أو من الغلط. فعدالة الصحابة شيء، وعصمة الأنبياء شيء آخر تماما. يعلمنا الله في سورة الحشر هذا الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رضي الله عن صحابة رسول الله وجمعنا بهم في جنته. السلام عليكم.